السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. وحشتوني قد الدنيا. من الفيديو اللي فات بقالي فترة ما عملتلكوش فيديوهات من ساعة فيديو الكيكة الدايت. يا رب تكون عجبتكم، يا رب تكونوا عملتوها، واللي عملتها تكتب لي في التعليقات طلعت معاها شكلها ايه. ان شاء الله النهاردة هعمل لكم حاجة حلوة من مخبوزات العيد. هو صحيح رمضان لسه مجاش والعيد لسه مجاش، بس احنا كده في وسط المدة، يعني بتبقى نفسنا في حاجة. احنا ممكن في غير رمضان بنعمل الكيكة عادي، بنعمل الكنافة عادي، بنعمل الزلابية، فعادي يعني مش مرتبطين بمواعيد. انتي في بيتك سلي نفسك، يعني اي حاجة نفس عيالك فيها اعمليها لهم. احنا جات نفسنا على الغريبة قلنا نجربها، بقالنا كتير ما عملناهاش. اول حاجة حبايبي هتجيبي معاكي كوباية سمنة، يعني بالمج العادي، مج الشاي العادي ده، تمليه سمنة وتحطيه في التلاجة قد ساعة كده تسقع أو ساعتين، وتملي نفس المج برضو سكر بودرة زي ما انت شايفة كده يا حبايبي، وكيس فانيليا. الغريبة ولا بنحط لها بيكنج باودر ولا بنحط لها بيض ولا بنحط لها أي حاجة، هي سمنة وسكر ودقيق وفانيليا. عادي في المرحلة دي ان انت تشتغلي بايدك، لان لازم انت بايدك تشتغلي تدوبي السكر عشان تحس السكر ان هو داب كويس، او بتبقى فيه كتل او حاجة. وقت ما تحس ان هو داب بتضيفي عليه الدقيق. أو كل ما تدوبي اكتر هتحسي لون السمنة بيض كده وبقى ليها قوام فومي كده، وتضيفي عليها الدقيق. هي ممكن يعني الكمية دي تاخد معاكي كوبايتين دقيق لو هتعايريهم بالمج، بس انا بفضل يعني ان انا اصب عليهم دقيق لحد ما قوامهم يمسكوا نفسهم كده شوية. بسم الله. زي ما انت شايفة كده دوبت السمنة والسكر مع بعض وكيس الفانيليا معاهم، وبعدين بدأت اصب الدقيق عليهم. الله اكبر الله اعظم، كان اذان الظهر بيأذن وانا بسجل لكم الفيديو، يعني وقفت التسجيل دلوقتي يا بنات. زي ما انتوا شايفين يعني حطيت الدقيق وقلبت شوية، حسيت العجينة لسه طرية وبتلزق في الايد جامد يعني. حطيت لها كام معلقة دقيق تاني ولفيت العجينة اهي، حسيت ان هي كده وصلت للقوام المطلوب. ماشي، انت تشوفي شكل العجينة كده مفرولة قوي، فحط لها معلقة دقيق تمسكها يعني اهو. تلفيها كده لحد ما تحسي ان هي بقت يعني بقت حتة واحدة، او بقت ملمومة كأنها يعني زي كرة الزبدة كده، مش طرية قوي ومش مفرولة زي مش مفرولة خالص يعني كده زي الرملة او زي عجينة البسبوسة، لا. بس تقلبيها شوية تحسيها مسكت في نفسها. خلاص بقى بعد كده تغسلي ايديكي، لان العجين بيبقى ماسك في الايد او السمنة بتبقى لازقة في الايد. تغسلي ايديكي كويس وتجيبي الصاج وتبدأي تشكليها اهي. هي كده تقريبا بقت كورة اهي زي كرة الزبدة كده، تمام القوام بتاعها. يعني يا حبايبي هي مكوناتها مش كتير، كوباية سمنة وكوباية سكر وباكو فانيليا، عشان اللي ما حضرش معانا من اول الفيديو. تمسكي قطعة كده وتلفيها في ايدك تلاقيها بتتكور معاكي زي الكورة، ولا بتفرفت ولا بتوقع فتافيت ولا اي حاجة. بصي شايفة شكلها جميلة قوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
هنشكلها بقى. فتاخدي قطعة من العجينة وتضيفي عليها معلقتين كاكاو، تمزجيها معاهم، تبقى العجينة دي لونها غامق يعني كأنها شوكولاتة كده، وهتشكلي بيها تزوقي بيها شكل الغريب زي ما انت شايفة كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ايه بس من الواضح ان انا يعني خدت حتة عجينة كبيرة من الخلطة، كان المفروض اخد معلقة واحدة، انا خدت معلقتين، فتطلع معايا العجينة كبيرة. كويس ان هي طلعت كبيرة، يعني اديتنا فكرة لحاجة تاني في الاخر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنسوش يا حبايبي تدعموني بلايك للفيديو، واللي ما اشتركتش في قناتي تخش تشترك على قناتي بنت العمدة ام يوسف. وشكرا شكرا ليكم ان انتوا وصلتوني ل200 مشترك لحد دلوقتي. انا فرحانة بيكم قوي، وان شاء الله ان شاء الله نوصل ل2000 ونوصل ل2 مليون ان شاء الله باذن الله. بيكم وبدعمكم ان شاء الله هنوصل لحاجة حلوة بإذن الله. كده حسيت ان الكاكاو لما حطيناه على العجينة نشفت، يعني الكاكاو زي الدقيق بيشرب السمنة فبقت ناشفة. ضفت لها تاني معلقتين سمنة ومعلقة سكر بودرة عشان برضو الكاكاو ما يخليش طعم العجينة ممرر. ماشي يا حبيباتي، هتجيبي صاج نضيف معاكي غسلاه ومنشفاه كويس، وما تدهنهوش سمنة، ما تدهنهوش. انا بقولك اهو الغريبة اصلا كلها سمنة، فانت هتقطعي على طول وترصي فيه من غير ما تدهنيه ولا حاجة. وبرضو يعني خبيزها سهل، بمجرد ما انت بتخلصي تقطعيها في الصاج وترصيها، تولعي الفرن على طول، ولا هتستنيها تخمر ولا هتستنيها حاجة. كده واحدة ورا التانية تلقي نفسك مليت الصاج. يعني ممكن انت لو ما عندكيش غير صاج واحد وعاملة عجينة كبيرة، هتخلصي الصاج وترصيها في الفرن، تاخد لها 10 دقايق وتطلعيها من الفرن، وبعدين تمسحي الصاج وتعملي عليه تاني. بس تطلعيها من الفرن كده وتسيبيها تحت المروحة شوية تلاقيها بردت، ينقليها بقى على صينية، على ورقة كبيرة، على يعني على، لو عندك مثلا ورقة كرتونة او حاجة، بس الورق بيمتص السكر منها، بيمتص السمنة هيخليها تنشف. لا تطلعيها في صاج زي كده، وممكن تسيبيها بالصاج عادي لو انت عندك غيره هتشتغلي فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتوا شايفين يا بنات التشكيل اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أفضل الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله. طول ما انت شغالة، خليكي طول ما انت شغالة في المطبخ، في الشقة، بتمسحي، بتكنسي، اذكري الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اذكري الله دايما، وخلي لسانك رطب بذكر الله. الحاجة اللي انت بتعمليها يبقى فيها بركة، تبقى بيتك مليان ملايكة، يعني يبقى في أكلك بركة كده، وبتطلع الحاجة حلوة. والله العظيم بتطلع الحاجة يعني جميلة سبحان الله. فبدل ما تسمعي أغنية، بدل ما تشغلي الصب وتعليه وتزعجي جيرانك ايه بروق البيت. طب ماشي، اذكري الله وانتي بتروقي البيت بهدوء كده، وخلصي حاجتك محدش هيحس بيكي. عادي يعني، هو عادة، وفي ناس كتير كده يعني تحب وهي
شغالة وهي بتعمل شغل البيت تشغل التسجيل او تشغل الصب وتعليه. ربنا يفرح قلوبكم كلكم يا حبايبي، وربنا يصلح حالنا وحالكم ويخلي لكم اولادكم يا رب. اهو كده خلاص قربت العجينة تخلص، اتبقت حتة صغيرة في الاخر، فانا حبيت اعملها شكل تاني غير شكل الغريبة المدورة دي العادي التقليدي. هعملها زي البلية كده صغيرة، تقطعي كام واحدة وبعدين تجيبيهم في الصاج، يعني تجيبيهم على ايدك كده كل 3 تدمجيهم مع بعض، تضغطيهم كده مع بعض وحطيهم في الصينية. وفي الاخر اعملي حتة بالشوكولاتة كده صغيرة وحطيها عليها، هيبقى شكلها زي الوردة، يبقى شكلها تحفة قوي. لو عندك اطفال صغيرين هيفرحوا بيها قوي. اهو شوفي معايا كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهو كل 3 كور هيتعملوا واحدة، وممكن كمان تعمليها 4، يعني ممكن تعمليها وردة بأربع وحدات. اهي بصي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والله يا بنات يعني حاجة مش مكلفة، مش مكلفة يعني. ايه كوباية سمنة يعني وكوباية سكر. بس اهم حاجة اهم تكة يعني في الغريبة ان يكون السكر بودرة، لان السكر الصحيح ده مهما تدوبي فيه بيفضل في حاجات صحيحة كده ما بتدوبش. ولما يبقى السكر بودرة وتقلبيه كتير مع السمنة بيعمل فوم كده ويبقى لونه ابيض، وهو ده اللي بيدي الغريبة اللون الابيض الناصع ده والنفشة اللي فيها، لان هي ما فيهاش خميرة ولا ما فيهاش ولا بيكنج باودر ولا فانيليا ولا يعني ولا بيكنج باودر ولا مادة رافعة مثلا زي خميرة البيرة، لا ده هو كيس الفانيليا بس عشان يديها ريحة حلوة، عشان وهي بتتخبز يبقى ليها ريحة حلوة كده في البيت زي ريحة الكيك او الكعك. ماشي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده الصاج قرب يخلص، واوريكم الحتة الغامقة دي اللي عملناها بالكاكاو هنعمل بيها ايه في الاخر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كمان ممكن تعملي لهم بسبوسة، يعني وانتي قاعدة في البيت كده ممكن بعد ما خلصت الاكل صبنت المواعين كده وفاضية اعملي لهم بسبوسة في الفرن، اعملي لهم كيكاية، اعملي لهم لفة جلاش، حاجة حلوة كده. انت عارفة ان الشتاء يعني بيجوع وبحب الحاجات الحلوة دي قوي، عشان كده كلنا بنطلع من الشتاء وزننا زايد يعني الحمد لله، لان البرد بيخلي الواحد يحس بالجوع دايما ونفسه تروح على الحاجة الحلوة. او بصي 3 كور مع بعض تضغط عليهم كده ضغطة بسيطة يبقى شكلهم زي الوردة. بصي هي برضو قريبة بس شكل تاني تشكيلة تاني غير اللي احنا متعودين عليها وبنعملها على طول. اهو يا بنات ام يوسف بتعمل لكم كل حاجة حلوة عشان تنور رضاكم. دي الغريبة الوردة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ايه يا بنات بص صغننة ازاي، يعني الغريبية الواحدة من المدورة دي ممكن تعمل 4 كور زي دي كده. كده بقى لازم وانتي بتقطعي الاول تخلصي العجينة البيضة كلها خالص، عشان ما ترجعيش تشتغلي في العجينة الغامقة دي وترجعي للبيضة تاني، لا الكاكاو بيطبع في الايد، ولو حاولتي تعملي تاني من العجينة البيضة هيطلع شكل الغريبة مغمقة. فاهميني يا حبايبي؟ بصي مجرد ما تحط عليها الكرة البنية شكلها بينطق كده لوحدها، شايفة؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بس مش يعني مش هملاها كلها، مش هحط فيهم كلهم كاكاو،
العجينة الغامقة دي. بص الوردة لما بتحط عليها الكرة البنية دي بيبقى شكلها تحفة، كأنها وردة بجد. سبحان الله. واما بتستوي برضك ما تخافيش انت، الحتة اللي على الوش دي مش هتقع، العجينة اللي فوق دي مش هتقع لانك بتضغطي عليها فبتمسك في العجينة الاولانية، فكأنها كلها عجينة واحدة. يعني حتى لما استوت حاولت ان انا اشيل منها الكرة البنية دي، مرضيتش تطلع، لقيتها لازقة فيها خالص، يعني كأنها معجونة معاها. ادي التشكيل يا بنات. انت تعمليها كرة صغيرة وتحطيها على كل واحدة واحدة، بس ده عايز لما تستوي ما تلمهمش، ترصيهم فوق بعض، لان الكرة البنية دي لما بتحط عليها واحدة من الابيض بتطلع اللون الغامق ده في الغريبة التانية. فعايزين يترصوا كده في صينية او في طبق حلويات جنب بعض، يعني في صينية شاي، ترصيهم جنب بعض كده واحدة جنب واحدة. لكن اللي لونهم ابيض عادي رصيهم فوق بعض ومش هيحصل حاجة، يعني مش هيبقى غامق في فاتح وشكلهم يتطرب ولا حاجة كده، لا. أهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وشايفين يا حبايبي كده خلصت. انا اعمل نصهم بالكاكاو ونصهم هسيبه سادة، عشان انا عن نفسي باكلها من غير الكاكاو دي. كده بقية العجينة الغامقة زي ما انتوا شايفين قاعدة معايا كبيرة، فانا ارميها حرام يعني. انا اعمل بيها بقى غريبة غامقة، اعمل بيها غريبة غامقة. بصي لونهم بيلمع ازاي، عشان ضايفين لهم معلقة سمنة. بصي لونها بتلمع ازاي وجميلة ازاي، شكلها تحفة. العيال بيقولوا طعمها حلو قوي يا ماما. ايه، مجرد ما انت خلصتي كده تروحي مولعة فرن البوتاجاز على اوطى حاجة عندك. يعني لو احنا الكيكة بنعملها على 180، لا دي اوطى خالص، مثلا 120. إيه، انا ما عنديش رقم للتايمر بتاع البوتاجاز، ملوش رقم بتاع الفرن، فانا بشغلها على اوطى حاجة، يعني لحد ما تتبص النار بتاعة البوتاجاز تحت تلاقيها يدوب ولعة كده، كأنك هتحمصي مثلا عيش او حاجة، توطي النار عليها خالص. ومجرد ما تولعي الفرن تحطيها، ما تستنيش لحد الفرن ما تسخن 10 دقايق زي ما بنعمل الكيكة برضو، لا، تولعي الفرن وتروحي حطها. اهي بصي استوت كده 10 دقايق، تلاقيها ابيضت كده ونفشت شوية، وتمسكي الغريبة في ايدك كده تلاقيها بتتمسك، وتاخد القعرة بتاعتها من تحت، تاخد لون وردي كده بسيط. اهي شايفة، ده الشكل المظبوط. اهي يا حبايبي اوريكم شكلها في التصوير طالع ازاي. اهي قمر ولا ايه؟ يلا قوموا تشجعوا كده واعملوها. قومي كده خشي مطبخك وهاتي كوباية سمنة وكوباية سكر بودرة وكيس فانيليا، ويلا اعملي غريبة لولادك وفرحيهم. بصي الوردة شكلها جميل تحفة. بس يا بنات، وتستنيها بقى لحد ما تبرد، يعني حطيها كده تحت المروحة شوية قد نص ساعة كده تلاقيها بردت، وتلميهم في علبة بلاستيك بالغطا بتاعها، وتحطيهم عندك في التلاجة، تحطيهم في المطبخ، تعملوا شاي بلبن، وتجيبي كام واحدة في الطبق كده وتقعدوا تسلوا بعد العشاء او في الفطار. يعني بتبقى حاجة جميلة، تبقي فرحانة ان انت الحاجة عاملاها بايدك مش شارياها. انت لو رايحة تشتري الغريبة دي هتطلع لها مثلا 2 كيلو، شوفها هتطلع لها مبلغا وقدره، يعني مش هتطلع اقل من 250 جنيه ولا 300 جنيه. ما انت حاجة بسيطة عاملاها بأقل مكونات من مطبخك. يعني بحاول اعمل لكم وصفات اقتصادية بسيطة
يعني حاجة كده على قد الايد، حاجة في المتناول للكل. ويا رب يا رب تكون وصفاتي بتعجبكم وبتطبقوها عندكم. جربوها وتقولوا لي رأيكم ايه. ايه بص شكلها. يلا عايزة اشوف التعليقات. تسلم ايدك يا ام يوسف. تمام يا حبيباتي. اهي وصفة من اسرع ما يكون ومن اسهل ما يكون. والبنية برضو انا حطاها معاها في نفس الصاج عشان تعرفي برضك مجرد ما تلاقي البيضة قعرتها احمرت من تحت هتبقى البنية برضك تاخد نفس السوا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بس شكلها تحفة كده قمر. قمر والله. وبألف هنا وشفا على قلبكم يا حبايبي. شوفوا شكلها في التصوير عامل ازاي. بس انا اوريها لكم في الطبق كده شكلها في الصينية اهي، في الصاج بتاع الفرن قصدي. اهي شكلها في الطبق. بصي عاملين كأنهم شوية ورد كده حلوين. بصي وانتي لو في عيد ميلاد وعاملاها كده العيال هيفرحوا بيها قوي زي الكوكيز اهي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبألف هنا وشفا على قلبكم يا حبايب قلبي. وتسلم ايديكم. جربوها وقولوا لي رأيكم ايه. اهي شكلها في العلبة. انا حطاها في العلبة كده وغطيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.